باليابان بيتركوا الطلاب لحالهم في قاعة الامتحان عشان يعيشوا أجواء الاختبار. أما الامتحانات في الوطن العربي 8 مراقبين و5 دوريات شرطة و4 قناصة، بحث جنائي 2، رادار 6، 30 مخابرات و36 تفتيش تحت أشعة الليزر، وبالأخير تتم عملية الغش بنجاح. معنى كلمة زواج: حرف الزين زيادة بالمصروف والمسؤولية، حرف الواو وجع راس، حرف الألف المعاناة المادية والمعنوية، حرف الجيم جيب 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 حتى يفرغ الجيب. طالب جامعي عنده امتحان وكان متأكد انه رح ينجح. المفاجأة انه الدكتور جاب لهم سؤال صور رجلين بعض الطيور، والمطلوب معرفة اسماء الطيور من شكل رجليها. عصب الطالب وما انه عارف يحل ولا سؤال. سلم الورقة للدكتور وقال له انقلع انت ومادتك. رد الدكتور وقال له اعتبر نفسك راسب في المادة. بعد شوي لاحظ الدكتور انه ما كتب اسمه على الورقة، وقال له وين اسمك على الورقة؟ قام الطالب رفع بنطلونه وقال له تفضل اعرف اسمي من شكل رجلي لو بتعرف. في زلمة ختيار قاعد هو وولاده الشباب بالبيت، قام فجأة بيندق الباب، بيطلعوا كل ولاده ليشوفوا. طلع واحد معه $1,000,000 بيعطيهم لولاده وبيقول لهم هدلول المصاري لأبوكم. قام بيفكروا بين نفسهم وبيقولوا إذا أعطينا المصاري لأبونا رح تصيبه صدمة ويموت. قام بيجي أخوهم الكبير بيقول لهم خلينا نجيب جارنا أبو حسن، وهو بيفهم أبي الموضوع شوي شوي. والله وعملوا مثل ما حكى، وجابوا جارن أبو حسن وحكوا له لأبو حسن القصة. وفات أبو حسن لعند الختيار وقال له إذا اجتك $1,000,000 هلا شو بتعمل فيها؟ قام بيقول له بعطيك نصهم. قام أبو حسن من الصدمة بتصيبه سكتة قلبية وبيموت. وحدة قالت لابنها محمد محمد روح جيب لي 3 خبز إلي ولإلك ولأبوك. قال لها ماشي. راح يجيب الخبز وهي فاتت تفيق أبو محمد. قال له أبو محمد ما يفيق. تقول له أبو محمد طلع ميت. قام راح تعيط من الشباك يا محمد أبوك مات، جيب بس 2 خبز. وزير التربية إذا خطفوا له ابنه. ألو أستاذ طارق المجذوب؟ إيه نعم، مين معي؟ نحن خطفنا لك ابنك. ابني حبيبي؟ لا ما نعملوا له شيء. شو بدكم مصاري؟ أول شرط بدنا منك $100,000. حاضر منأمنهم. تمام. تاني شرط بدنا منك تلغي الامتحانات الرسمية. انسى يا أستاذ طارق، نقتل لك ابنك. قتله بس الامتحانات الرسمية مش هيلغيها. أمي أعتقد أنني متبنى. كيف متبنى؟ لقد أجريت فحص DNA واتضح أنني لست ابنكم. ولكن هذا غير ممكن. أعطني الورقة. لحظة، سوف أتصل بوالدك. ألو سمير؟ نعم. ابننا أجرى فحص DNA وتبين أنه ليس ابننا. بالطبع ليس ابننا. وكيف ذلك؟ أتذكرين يوم ولادته لما بول على نفسه وقلت لي أن أغيره؟ تغير له وليس تغيره. كان قصدك عن الحفاضة؟ تخيلوا أمريكا تتجسس على مكالماتنا. ألو يا محمد، بنجي نخطب بنتكم زهرة. سيدي الرئيس إنهم يتزوجون النباتات، ماذا نفعل؟ يا علي تعال انت وذيب وصقر وفهد نبي نلعب. سيدي الرئيس إنهم يلعبون مع الذئاب والفهود والصقور، ماذا نفعل؟ محمد 5 دقايق بكون عندك. سيدي الرئيس إنهم سريعون دائما، يحتاجون 5 دقائق لفعل أي شيء. ألو سارة، شكل مريم عطتني عين. سيدي إنهم يتبادلون الأعضاء، ماذا نفعل؟ ألو عبد الله، تعال احنا قاعدين نتمشى بالحديقة.
سيدي الرئيس، إنهم يمشون وهم جالسون. الو علي، هلا محمد، بعدين بكلمك، مشغول بودي البيت للمستشفى. سيدي الرئيس، إن المنازل تمرض عندهم. نصيحة: إذا لحقك تمساح فاركض أمامه بشكل متعرج فلن يقدر أن ينال منك. وإذا لحقك كلب فقف مكانك وتظاهر أنك تمسك حجرا لمهاجمته فسيخاف ويرجع. وإذا لحقك ضبع فنم على الأرض وتظاهر أنك ميت وسيعرف الضبع أنها حيلة ولن يغامر بالاقتراب منك. وإذا لحقك جمل اهرب نزولا لأنه يواجه صعوبة في النزول. وإذا لحقك ثعبان فاهرب صعودا لأنه يواجه صعوبة في الصعود. أما إذا لحقتك زوجتك بعدما اكتشفت محادثاتك على الواتس والماسنجر ساعتها ليس لنا غير الدعاء لك وانسى كل ما ذكرناه وخاصة حركة الضرب. النق هو أحد الأسلحة المحرمة دوليا والتي تستخدمها المرأة ضد الرجل، وهو عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية ترسلها المرأة للجهاز العصبي عند الرجل حيث يصاب الجهاز بالتهيج. يقسم النق إلى 3 أنواع: النق المتقطع مثل أن تستريح نصف ساعة وتعود للنق، النق المتواصل مثل أن تستمر في النق حتى تحقيق المطالب، النق الكهرومغناطيسي وهو الأشد فتكا بالرجال حيث يشعر الرجل بالنق دون وجود الزوجة، حيث يذهب للعمل وتبقى النقات مستمرة نظرا لتخزينها في الدماغ. أنواع الناس بس تيجي تنام: اللي منظم حياته وبطفي فجأة على الساعة 8، أي اللي بضل قاعد على التليفون للصبح، نسيت أنام، اللي بيعلق على اليوتيوب. يلا على النوم. لسه بتطير؟ دقيقة إيه، نملة بتتحلل؟ مكونات الأندومي؟ أسد يفترس ثعبان؟ اللي عليه مدرسة سهران وتدخل عليه أمه. عامل حالك نايم؟